يونس حبيبي، عايز تاكل ايه النهارده؟ عدس وايه كمان؟ وعيش ناشف. حاضر، خلاص هقوم اعملهولك. وطبعا زي ما انتوا سمعتوا كده يونس عايز ياكل عدس، فانا نزلت كده وانا بوديه الدرس، جبت الحاجه بتاعته وهعمله معاكم. الايام اللي جايه ديت يا جماعه الجو برد جدا يعني، طبعا محتاجين بقى شرب كتير، ومحتاجين بقى عدس، ومحتاجين حاجات تدفي وحمص ومشروبات دافيه كده. مهم هعملها معاكم. وطبعا النهارده هعمل العدس بالطريقه التقليديه جدا اللي هي العاديه بتاعت البيوت المصريه كلها. عايزه اقول لكم ان انا والدتي بتعمله يا دوب، بس اللي هو بتحط العدس يعني والبوكيه جرنيه بتاعه والميه، وتسيبه يتهرس على النار مع نفسه كده لحد ما يقول ارحموني. وبعد كده بتروح يعني عاملاله اللي هي الطشه بتاعه الثوم وخلاص، ولا اكتر ولا اقل. لكن انا النهارده هعمله معاكم عدس بالشعريه، وهنعمل جنبيه بقى كده بتنجان مخلل، وهحمر له عيش عشان هو عايز ياكل جنبيه كمان. ما تفوتوش بقى الفيديو عشان الفيديو جامد جدا جدا جدا. اي نعم الوصفة سهلة وبسيطة، لكن يعني احنا من وقت للتاني كده محتاجين ان احنا يعني نحيي، يعني اللي هو ايه، مش هقول التراث بتاع الاكلات يعني بتاعت اهالينا، لا، بس محتاجين ان احنا نعرف اولادنا ان في اكل تاني غير الفراخ، غير اللحمة، غير السمك. لان اصلا عامة هما مش بيبقوا ميالين برضو للحاجات ديت. وعامة ابنك او بنتك او اي طفل مادام عودتيه على الاكل من يعني مثلا من اول ما بدأتي معاه الاكل اللي هو مفيش حاجة ما يحبهاش، لا انا عملت دوت انت هتاكله، دوقتيه كل حاجة، اخدتيه على طعم كل حاجة، هيتقبل بعد كده الاكل اللي انت هتعمليه. مش يعني مش هيتلوي على اكله، ولا هيقولك لا انا مش هاكل دوت ولا اي حاجة من الكلام ده. اول حاجة كده احطها معاكم ادي دوت كده كان العدس بتاعي غسلته. بعد ما اتغسل هنزل كده في الحلة بتاعتي بالعدس بتاعي، طبعا اللي في الطبق دولت هرجع اخدهم تاني، وهنزل عليهم بقى بالبصلايه والطماطمايه والجزرايه وقرن الفلفل دوت. وفي الوقت دوت كده كنت بغلي ميه سخنه في الكتل، هروح اجيبها وارجع لكم تاني. ادي كده ننزل بقى بالميه السخنه بتاعتنا ديت، وهنروح هنرفعه على النار لحد ما كل حاجه معانا يعني تستوي وتتهري كده. عايزه اقول لكم ان انا مش هحط اي توابل دلوقتي خالص، التوابل هحطها في الاخر بعد ما احمر له الشعريه كده بالطمايه بتاعتي. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هزود حبه ميه كمان وهرفعه على النار يغلي، وهوريكم شكله بعد ما غلي بقى عامل ازاي. ادي كده العدس بتاعنا اهوت اتسلق وبقى تمام، وقرب خلاص ان هو يبرد خالص. هنضربه في الخلاط ونشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى طريقتنا للعدس اللي الكل بيستغربها سهلة وبسيطة جدا جدا جدا. اول حاجة كده حطيت معلقة زبدة بلدي ونزلت عليها بمكعب زبدة صفرا، وهبدأ ان انا احمر الشعرية بتاعتي. وبعد ما احمر الشعرية وتبدأ تاخد اللون بتاع التحمير كده بنزل عليها بالثوم. طبعا الطريقة ديت في ناس كتير بتستغربها او في ناس كتير ما بتحبهاش، بس احنا بنحبها بالطريقة ديت. عامة هستنى كده ان قالب الزبدة بتاعي يسيح المكعب اللي انا حطاه، وهنزل بالشعرية زي ما قلتلكوا وابدأ احمر فيه. هنا طبعا حطيت معلقة الشعرية بتاعتي، انا مش مكترة الشعرية عشان انا مش عاملاه عدس، انا عاملاه شوربة. انا بس حطيت معلقة منها علشان خاطر يا دوب تديني قوام كده، محدش يعني يقول اللون اللي في الحلة دوت ولا اي حاجة، ده مكان العدس. وهتشوفوه دلوقتي. شايفين عشان خاطر الشعرية قليلة والسمنة كتير بدأ ان هو يعني ياخد لون بسرعة. بدأت اهي كده الشعرية بقى تدخل معايا في التحمير، هروح نازله عليها بالثوم والفلفل اللي انا دقاهم مع بعض، وهديهم برضو تقليبتين كده، والشعرية تكمل تحمير والثوم بتاعي يستوي، والدنيا هتبقى تمام التمام. شايفين اصلا لون الشعريه لوحده عامل ازاي؟ ولا بجد الريحه يا جماعه فظيعه 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 فظيعه. ايوه اهوت اديني بقلب فيها. في الوقت دوت كده كنت ضربت العدس في الخلاط، وهبدا ان انا انزل بيه على الشعريه بتاعتي. شايفين اللون، اسمعوا التش بقى كمان. وادي دوت كده باقي العدس اللي كان معانا.
وهنبدأ بقى ان احنا نقلبه كده ونسيبه يغلي لحد ما الشعرية تستوي. وخليكم فاكرين ان احنا لسه محطناش اي بهارات ولا اي ملح. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا لسه محطتش اي توابل ولا اي بهارات ولا اي ملح ولا اي حاجه خالص، وريحته بجد قلب الدنيا. شايفين لونه اصلا عامل ازاي؟ بجد حاجه واو كده. هسيبه بقى يغلي خالص والشعريه بتاعتي تستوي وارجع احط له التوابل، وتبقى كده الشوربه بتاعتنا جاهزه معانا. زي ما انتوا شايفين كده الشوربه هي بتغلي معانا. هنزل عليها بالتوابل. التوابل بتاعتنا زي ما قلت لكم سهله وبسيطه جدا وما فيهاش اي يعني افتكاسات. رشه فلفل اسود ومعلقه كمون صغيره ومكعب مرقه دجاج وحبه ملح بس. هديهم بقى كده تقريبا مع بعض وهسيبهم يغلوا غلوتين بالتوابل وخلاص تكون جاهزه معايا الشوربه. على كده عملت طبعا بقى بتنجان مخلل وكمان حمصت عيش، وهنشوف في الاخر شكل التقديم بتاعنا عامل ازاي. بس شايفين اصلا الشوربه تحفه يا جماعه. العدس اهو اللي يونس عايزه اهو، العدس اهو اللي يونس عايزه اهو، عشان محدش يقولي ان انا حارمه الواد من حاجه. ادي العدس اهو يا جماعه زي ما انتوا شايفين. هسيبه بس يبرد شويه بعد ما استوى كده بالشعريه واحط له حبه الاكل ياكل بالهنا والشفا. بصوا بقى انا طريقتي للعدس يا جماعه او لشوربه العدس عامه سهله جدا. حطيت كده معلقه سمنه بلدي وحطيت عليها مكعب زبده صفرا وهسيبهم يسيحوا مع بعض، وهروح حط عليهم حبه شعريه احمرها وهنزل عليها بالعدس اللي معايا. ادي كده ديت التتبيله بتاعت البتنجان بتاعنا. دوت توم على فلفل اخضر وتوم على فلفل احمر كده عاملاهم مع بعض، وفرمت كده طماطمايه ناعم جدا هنزل عليها بحبه خل. بعد كده طبعا معلقه الكمون المحترمه بتاعتنا. وعايزه اقول لكم ان انا وانا بهرس الطماطمايه كنت حاطه عليها حبه ملح عشان تتهرس معايا حلو، لان انا فرمه الثوم بالكمون فرمه الثوم بالفلفل، فما كانش هينفع ان انا ادق الطماطمايه معاه، فروحت قشرتها كده ورحت هرساها بالشوكه. طبعا حطينا زي ما قلت لكم الكمون والخل، وكنت حاطه الملح على الطماطم. هبدا بقى ان انا اعصر ليمونتين كده معايا عصره محترمه كده ونكتر ليمون يا جماعه، عشان البتنجان المخلل دوت اصلا ابوه الليمون، يعني حاجه كده بتبقى فظيعه بجد. يعني انا ممكن مثلا اقعد اكل في الطبق دوت بعيش كده من غير اي حاجه تانية. شايفين هنا طبعا كده بنجيب البتنجان بتاعنا وبنفتحه. عايزه اقول لكم سخن جدا جدا جدا، يعني بجد بجد ايديا بصوا بعيني. وهبدأ بقى اخد كده من التتبيله بتاعتنا ديت ونحشي قلب البتنجانه كده ونقفلها، نحشيها ونقفلها ودي كمان هنحشيها وهنقفلها. ايوه اهو كده، وهنعمل كله بنفس الطريقه. شايفين؟ واقفل عشان الطعم ايه بقى يميكس كله مع بعض كده وبتبقى حاجه واو. شايفين برضو ميكس كده كله مع بعضه، والفلفل طبعا في الاخر. باقي بقى البهاريز دي كده اخر بتنجانه معانا اهيت كده، وادي الباقي بقى بتاع الخلطه بتاعتنا ننزل بيه على الفلفل وعلى وش البتنجان، وحاجه يعني عايزه تتاكل كده لوحدها من غير اي حاجه جنبها. شايفين يا جماعه الحلاوه؟ والله العظيم المفروض اطلع ترند بسبب طبق البتنجان ده، حاجه كده واو. شايفين جمال العدس؟ شايفين بقى الدخان اللي هيدفينا في السقعه اللي احنا فيها دي؟ ولا العيش المحمص والبتنجان والفلفل، حاجه كده فوق العظمه. ادي يا استاذ يونس العدس والعيش الناشف اللي انت عايزه، بالهنا والشفا على قلبك يا حبيبي.